بص الألمونيا عاملة ازاي. عندك ألمونيا وطالعة من رمضان، والألمونيا بتاعتك بقى خلاص شكلها بقى مش حلو خالص، عايزة ترجعيها بالشكل ده عاملة زي الفضة. عايزة ترجعيها بالشكل ده بمنتج بسيط جدا، ومنتج موجود في كل بيت بدون استثناء، بجد موجود في كل بيت، ومش هتشتري أي حاجة من بره. تقدري تخلي الألمونيا، ترجعي ألمونيتك كده هوت بتلمع وجميلة وفله كده وجديدة، هترجعيها جديدة زي ما جبتيها. المنتج ده موجود عندك في بيتك في كل البيوت بدون استثناء، موجود المنتج ده. بس الألمونيا عاملة ازاي عشان نعرف المنتج ده ايه. نبدأ على بركة الله وبسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال وبخير وسعادة يا رب. نبدأ على بركة الله بسم الله الرحمن الرحيم. بس الحلة هنا طبعا احنا طالعين من رمضان ومفيش حد لا بيدعك ولا حد بيعمل تصبين ويلا خلصي نفسك كده اهوت. بصي هنبدأ نعمل، هنجيب ايه؟ هي الصابونة دي. الصابونة دي صابونة اللي احنا عملناها مع بعض على القناة، هبحط لك الرابط في صندوق الوصف. بس لو مش عندك الصابونة دي ما تشتري صابون، ممكن تعملي بصابونة الوش العادية، صابونة الحمام، صابونة التواليت العادية خالص، هي ممكن تعملي بيها نفس ده. يعني عندك الصابونة دي، عندك ما عندكيش بصابونة، ببروة الصابونة اللي فاضلة في الحمام، بدل ما ترميها او تنشف منك ومش عارفة تعملي بيها ايه، رغيها كده اهوت واعمليها على ليفة وعلى سلكة ناعمة، هتطلع ترجع لك الألمونيا زي الفل. بس الصابونة دي اللي احنا عملناها مع بعض في القناة وخدت مشاهدات حلوة جميلة. طبعا انتوا عارفين قناتي لسه جديدة ولسه بنقول يا هادي. بسلكة مواعين ناعمة وهترغي الصابونة وهتدعكي، مش هتاخد منك مجهود كبير. انا اساسا يعني الحاجة بتاعتي ما بسيبهاش، بس طبعا رمضان انتوا عارفين مفيش وقت بقى للدعك والتنظيف والكلام ده كله. بس انا طالعين من رمضان بقى اوريكي اسهل طريقه انك ترجعي ألمونيتك من اول وجديد حلوه وجميله كده اهو. هديكي نبذه بسيطه عن قناتي هي متخصصه ببعض الوصفات الطبيعيه، وصفات للشعر، وصفات للبشره، وصفات للتنظيف، اعشاب. يا ريت تشتركي معايا في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. يشرفني طبعا اشتراكك معايا في القناه ويسعدني جدا. اكتبي لي تعليقات، شوفي ايه اللي مش عاجبك في الفيديو وقولي لي عليه، انا اقبل النقد عادي جدا خالص. ولو عجبك الفيديو يا ريت تعملي لي لايك. زي ما قلت لك، بما ان انا عندي الصابونه دي دعكت بيها الألمونيا، بس عاده بدعك الألمونيا بصابونه عاديه، يعني بصابونه الوش العاديه. بس الصابونه دي جباره جدا، حلو خالص. بتاعك الألمونيا تعملي منها صابون سائل، تعملي منها شاور، تعملي منها كل حاجه. بس دي الصابونه دي جميله جدا جدا جدا، ما بستغناش عنها خالص في البيت. تخلص الصابون السائل بتاعك، تجيبي صابونه تسيحيها وتروحي عامله بيها الصابون. كل الحاجات دي موجوده على القناه عندنا، يا ريت تخشي تشوفي لك، تعملي جوله كده في القناه وتتفرجي عليه. بصي الحله بقت عامله ازاي. بصي الحله بقت عامله ازاي.
تحفه، عامله زي الفضه والله. لو شفتيها من جوه، من يعني بره عن التصوير ظالمها جدا، عامله زي الفضه بجد، جميله جدا. سامعين التزريقه دي؟ لا في دهنانه في صابون ولا في اي حاجه. هناخده بقى في صينيه تانية صغيره وصينيه تالتة بنفس الطريقه، ترغي صابونه وتدعكي. اظن كده لا رحتي جبتي كذا ولا كذا ولا حطينا حاجه على حاجه ولا اي حاجه، هي صابونه وسلكه وخلاص. بصي اللمعان، بصي الحلاوه. تلمع زي الفضه وجميله جدا جدا جدا. صينيه تالتة اهي. دي بقى مع كتر الاستخدام طوست اكتر. طبعا بنفس الطريقه. الصابونه دي كنز في البيت، وبتتعمل ببلاش بحبه زيت، هترميهم اصلا بالزيت المستعمل. حاجه فوق الوصف. الصابونه دي عندك اصفرار في الهدوم البيضاء، عندك بقعة مش عايزة تطلع في الملابس البيضاء، في الملابس الملونة، في اي حاجة. الصابونة دي كنز في البيت، اوعك ما يكونش في بيتك فيه صابون من الصابون ده. بصي رجعت فضة، رجعت فضة كده. بقى عملنا لك الفيديو اللي كان نفسي اعمله لك بحاجة موجودة في كل بيت، ممكن تعمليها حاجة سهلة جدا. مش هتحطي خلطة تجيبيها من هنا حاجة حتة من هنا وحتة من هنا وحتة من هنا وتعملي خلطة، لا، دي حاجة واحدة بس هتعملك زي ما بيقولوا المستحيل، يعني بتعملك حاجة جميلة خالص. هترجع لك الألمونيا بتاعتك بتلمع بتبرق. متنسيش بقى تحطي لي لايك وتشتركي في القناة لو مش مشتركة، يسعدني اشتراكك، وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واعملي شير للقناة وللحلقة لكل حبايبك واصحابك. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في امان الله، ونتقابلوا على خير بإذن الله في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.